اهلا بيكم في فيديو جديد وملخص جديد. وفيلمنا النهارده بيبدأ مع المحقق جون هو وزميله وهما بيتدربوا على النشان بالسلاح في مركز الشرطة، وفي نفس الوقت بيتناقشوا في القضايا اللي هما الاتنين شغالين عليها مع بعض. ولما بيرجع جون للبيت بيحضر لمراته اللي بتشتغل في مركز الطاقة والابحاث النووية في مدينة ميبو الغداء، فبتقوله ان هو ما كانش من المفروض انه يتعب نفسه وانهم كانوا ممكن يشتروا اكل من بره جاهز يتعشوا بيه. لكن لما بتدوق الاكل اللي هو عمله لها بتغير رأيها وبتقوله انها بتتمنى لو يقدر ينقل شغله من مدينة بوسان لمدينة ايبو علشان يرجعوا يعيشوا سوا مع بعض، بدل ما هما بيتقابلوا يومين كل اخر اسبوع بسبب شغلها. وتاني يوم بيروح جون علشان يحقق في موت حادثة راجل اسمه كي، وده كان بيتسلق الجبل وبيلاحظ ان في ودنه هاند فري غالية وخاتم جواز ذهب، وبيشوف اثار الدم على قمة الجبل. وبعدها بيصمم ان هو يطلع على الجبل هو وصاحبه، ولما بيوصلوا بيلاقوا شنطته وبيلاقوا جواها تليفون ومحفظة وكلهم بيكون مطبوع عليهم اول 3 حروف من اسمه. ولما بيحاول ان هو يفتح التليفون بيشوف صورة الراجل المقتول وبنته، وبتكون بنت جميلة جدا. وبيحاول اكتر من مرة ان هو يفتح التليفون ولكنه ما بيقدرش، وبيقدروا بعد كده انهم يستدعوا بنته عن طريق العنوان اللي بيلاقوه مكتوب في بطاقته، واللي بيتفاجئوا لما بتقول لهم انها مراته وبتعرفهم ان اسمها ري، وبتقول لهم كمان انها صينية وعلشان كده ما بتقدرش تفهم ولا تتكلم كوري كويس، وبتكلمهم عن طريق ابلكيشن الترجمة الصوتية. وبعد كده بيطلب جون منها انها تفتح له التليفون، فبيلاحظ في الوقت ده ان في جرح في ايديها، وبيلاحظ كمان انها مش متأثرة بموت جوزها. فلما جون بيسألها تفتكري موت جوزك كان حادثة ولا اكيد حد قتله، بتقوله انها اكيد حادثة، وده لان جوزها ما كانش ليه اعداء. وبعد لما جون بيعمل تحرياته عن ري بيعرف ان جوزها كان بيضربها بعنف، وبيروح للمستشفى اللي كانت بتتعالج فيها وبيشوف اثار الكدمات على جسمها، وبيتأكد ان جوزها هو اللي تسبب لها في الكدمات دي. وكمان بيشوف اول 3 حروف من اسمه منقوش على جسمها بالسكينة تحت الكدمات اللي في جسمها. وبعد كده بيقدر جون انه يعرف انها بتشتغل ممرضة وان كل المرضى بيحبوها، وعلشان كده المستشفى بتخليها تروح كل يوم 2 تهتم بواحدة من المرضى المسنين في بيتها. وبعدها بيكتشفوا وجود جلد تحت ضوافر كي، وبيستدعوا ري علشان ياخدوا منها عينة حمض نووي واللي بتتطابق مع الحمض النووي اللي كان موجود تحت ضوافر جوزها. فبتقول لجون انه كان عايزها تتسلق الجبل معاه ولكنها رفضت، وعلشان كده ضربها وخربشها في ايديها ورجلها. وبعد كده بيفضل جون انه يراقبها لحد ان هو بيبات في عربيته قصاد بيتها. وبعدها رئيس جون بيطلب منه انه يقفل التحقيق في القضية لانه مش هيوصل لحاجة، وده لان الموضوع باين جدا انها مجرد حادثة مش اكتر. وبعدها بيقدر جون ان هو يوصل لوثيقة صينية فيها امر بالقبض على ري، والمساعد بتاعه بيعرفه ان الوثيقة دي اتصدرت قبل ما ري تهاجر لكوريا، ومعنى كده انها جات لكوريا هربانة من الجريمة اللي ارتكبتها في الصين. وبيتفاجئ لما بيعرف انها كانت متهمة بقتل مامتها. وبعد كده لما بيبعت لها صورة الوثيقة على التليفون بتطلب منه انه يزورها في البيت، ولما بيروح لها بتقوله ان مامتها كان عندها مرض مزمن وانها كانت كبيرة جدا في السن وانها هي اللي كانت بتهتم بيها، وبتقوله ان مامتها هي اللي طلبت منها انها تقتلها، وده لانها خلاص ما كانتش قادرة تستحمل ألم المرض، وطلبت منها انها بعد ما تقتلها تهاجر لكوريا وانها تنشر رمادها على الجبل اللي قابلت عليه جوزها لأول مرة. وبعد كده بتوري له جوابات تهديد جات لجوزها قبل ما يموت بسبب انه اخد رشوة في الشغل، وان في حد كان بيهدده انه يفضحه لو ما دفعلهوش مبلغ كبير. وبيتأكد جوي من كلام ري لما بيروح للشركة اللي كان شغال فيها وبيلاقيه سايب رسالة انتحار مع واحد من الموظفين اللي كانوا موجودين معاه في الشركة، وكاتب فيها ان سبب انتحاره انه اخد رشوة وان في حد بيهدده انه يفضحه. وبكده التحقيق في القضية بيتقفل، وبيروح جون لري البيت وبيسلمها متعلقات جوزها. وفي الوقت ده بيكون جون بدأ يحس بالإعجاب ناحيتها، وبعدها بيعزمها في بيته وبيعمل لها كمان أكل صيني. ولما بتشوف صور جوزها بعد ما مات وصور من الضحايا المتعلقة بالقضية اللي جون ماسكها فبتقوله انت أكيد ما بتعرفش تنام كويس بسبب الصور دي، وبعدها بتاخد كل الصور وبتحرقهم. وبعدها بيبدأوا يقربوا من بعض أكتر وبيخرجوا مع بعض كل يوم، لدرجة ان اليومين اللي مراته بتقضيهم معاه بيكون عايزهم يخلصوا بسرعة علشان يرجع يقضي وقت مع ريه تاني.
تاني. وفي يوم ما بيكونش قادر ينام فبيبعت لها رسالة علشان يسألها عن مكانها، فبتقوله انها في المستشفى ومش هتقدر انها تروح بكرة للست المسنة اللي بتزورها، وده لانها عندها ضغط شغل. فبيعرض عليها جون ان هو يروح يقضي معاها اليوم ده بدلها، فبتوافق. ولما بيروح للست المسنة بتطلب منه انه يشغل لها الاغنية اللي ري كانت بتشغلها لها. ولما بياخد منها التليفون بيقول لها انه شبه تليفون ري بالظبط. وهنا الست المسنة بتقوله ان ري اشترى تليفونين شبه بعض وادت لها واحد منهم هدية. ولما بيقلب جون في برنامج الست المسنة بيلاقي عليه برنامج بيحسب الارتفاعات، وان اخر مرة حد دخل عليه كان بنفس تاريخ اليوم اللي جوز ري مات فيه. وبيعرف بعدها عن طريق الكاميرات اللي موجودة في المكان ان ري خرجت من عند الست المسنة قبل ميعادها وبدلت تليفوناتهم مع بعض، وده لان مديرة المستشفى بتتصل بيها كل يوم 2 على تليفون الست المسنة علشان تتأكد انها موجودة معاها. ولما المديرة بتتصل على تليفون الست المسنة بترد عليها ري وبتعرفها ان هي قاعدة معاها. فممكن جدا ان اللي حصل يوم الحادثة ان المديرة لما رنت على تليفون الست المسنة ردت عليها ري وعرفتها انها قاعدة جنبها، وبعدها راحت وتسلقت الجبل واستنت لما جوزها يطلع للقمة، وبعدها زقته من فوق الجبل، وانه قبل ما يقع جرحها في ايديها. ولما بترجع لبيتها بيكون جون مستنيها وبيحط لها تليفون الست المسنة على الترابيزة وبيواجهها باللي بيكون وصله، وبتعترف له ان هي اللي كتبت جوابات التهديد من قصص الجرايد، وانها كمان عدلت في تقرير من التقارير اللي جوزها كان كاتبها للشركة وبعتته لمكتبه علشان يبان ان هو جواب انتحار، وده بسبب انه اخد رشوة وخايف من الفضيحة. وهنا بيبان على ري الانهيار وبيقول لها ان هو دلوقتي عارف هي حرقت الصور اللي كانت في بيته ليه، وده لانها كانت خايفة ان الصور دي تكشف اي حاجة هي عملتها، ومش عشان هي كانت خايفة عليه ولا عايزاه يقدر ينام ولا حاجة. فبتعترف له ان هي اللي كانت بتضرب نفسها، وده علشان يبان وقت التحقيقات ان جوزها كان بيضربها. ولما بيسألها عملتي كل ده ليه بتقوله ان جوزها كان بيهددها انه هيرجعها للصين تاني علشان البوليس يقبض عليها بتهمة قتل مامتها. وهنا جون بيقول لها انا كنت غبي جدا لما صدقت ان انت بتحبيني، فبتطلب منه ان هو ما يوصفش العلاقة اللي بينهم بالطريقة دي. وبيكون هنا مصدوم فيها جدا وبين عليه ان هو حبها بجد وانه علشان كده مش هيقبض عليها. وبيعرفها ان هو اشترى تليفون تاني للست المسنة وبيطلب منها انها ترمي التليفون ده في البحر، وبعد كده بيسيبها وبيمشي. وبعد 13 شهر بنشوف جون وهو مع مراته عند دكتور نفسي، ووقتها الدكتور بيديله علاج علشان يساعده على النوم والاسترخاء، وده لانه لسه بيعاني من الارق. وتاني يوم الصبح بيكون مع مراته آن في مدينة ايبو وبتقوله انها مبسوطة لانه نقل وبدأ يعيش معاها، وده غير انه اترقى وبقى مدير الشرطة في نفس المدينة اللي فيها شغلها. وبتقوله انها عارفة ان هو مكتئب وده لان المدينة هنا هادية وانه ما بيحصلش فيها جرائم سرقة واعتداء. فبعدها بيبدأ يضحك على كلامها، وبعدها بتكون ري في بيتها وبتتعرض للضرب من واحد بيسألها علشان جوزها، فبتقوله انها ما تعرفش مكانه، فبيفضل يضرب فيها وبيقول لها ان جوزها اخد من مامته فلوسها اللي تعبت 10 سنين لحد ما جمعتهم، وضحك عليها وقال لها ان هو هيشغلهم ليها. وبعدها بقى بيتهرب منها ولا راضي يرجع لها الفلوس ولا راضي يديها ارباحهم. وبعدها بيقول لها ان مامته محجوزة في المستشفى ومحتاجة فلوس علشان تتعالج بيها. وهنا بتغرز ري شوكة في دراعه وبتقوله ان هي مش هتسمح له يمد ايده عليها تاني. فبيقول لها لو امي ماتت هحطها في التابوت بتاعها وبعد كده هاجي اقتلك جوزك. وبعدها بيجي اتصال لري من جوزها شون واللي بيقول لها انهم لازم يستعدوا للسفر فورا، وبيعرفها ان سونج عرف مكانهم. وبعدها بيكون جون مع مراته في السوق بيتفاجئ بري ومعاها واحد بيقربوا منه وبتقوله انها اتجوزت. وبعدين جوزها بيقوله ان مراته حكت له ان هو كان شاكك فيها انها قتلت جوزها الاولاني، فبيبان على جون انه مصدوم ولكنه بيحاول انه يعدي الموقف، وده لان مراته بتكون واقفة جنبه. وفي اللحظة دي شون بيعرفهم ان هم اتنقلوا لمدينة ايبو بسبب محطة الابحاث النووية اللي موجودة فيها، وده لان في مسلسل صيني مشهور اتصور في مدينة الابحاث، وعلشان كده البنات الصينيات بيحبوا يزوروا مكان التصوير، وان مراته ري مرشدة سياحية علشان كده اتنقلوا هنا علشان تكون جنب شغلها. وتاني يوم بيجي لجون اتصال تليفوني من المساعدة بتاعته ولكنه بيكون مشغول في المطبخ، فبيطلب من آن انها ترد على التليفون، فبتعرفه ان في جريمة
جريمة قتل حصلت. ولما بيروح لمسرح الجريمة فالمساعدة بتاعته بتعرفه ان المصاب اتطعن 13 طعنة في صدره و4 طعنات في ظهره. وبعدها بيتفاجئ بعد ما بيعين الجثة انها تبقى جثة شون جوز راي. وبعدها بيقدر يعرف ان اللي ارتكب الجريمة اشول من اتجاهات الطعنات اللي على جسمه. وبعدها بيروح لراي وهو متعصب وبيقول لها المرة دي مش هسيبك تفلتي بجريمتك. وبعدها بيحقق معاها وبتعرفه ان هما تقريبا كانوا مفلسين وانهم نقلوا عيشتهم من بوسان لهنا علشان يهربوا من الديانة. فجون بيعرفها انها صدفة غريبة وان جوزها الاولاني يتقتل من سنة وجوزها التاني يتقتل دلوقتي. وبعدها بيروح جون علشان يقابل ولاد كانوا طالعين معاها في رحلة سياحية في نفس يوم الجريمة، وبيشوف الصور اللي اتصوروها فبيقدر يعرف انها في نفس يوم الرحلة اللي ارتكب فيه الجريمة كانت لابسة فستان ازرق. وفي نفس اليوم ده بيروح لها البيت بالليل وبيبدأ يدور على الفستان الازرق، ولانه بيكون متأكد ان هو هيلاقي عليه اثار دم شون. ولما بيلاقي قماش محروق في الشواية بتقوله ان هي لما رجعت البيت لقت جوزها مقتول في حمام السباحة، ولانها عارفة ان هو اللي هيحقق في القضية ما حبتش تضايقه بريحة الدم، علشان كده فضت حمام السباحة من المية اللي كانت فيه ونضفته وقلعت جوزها هدومه ونضفت جروحه، وبعدها حرقت هدومه وهدومها. وفي اللحظة دي بيقبض جون عليها بتهمة تضليل العدالة وقتل جوزها. وفي السجن بيعملوا لها اختبار كشف الكذب وبيسألوها اذا كانت قتلت شون فبتقول لهم لا، والاختبار بيظهر انها ما بتكدبش. وبعد كده مساعدة جون بتقول لهم انهم فرغوا الكاميرات اللي حوالين الفيلا وقدروا يعرفوا منها ان كان في عربية بتراقب الفيلا، وبعد الكشف على ارقامها عرفوا انها ملك لسونج اللي شون كان مدين له بمبلغ كبير. ولما بيكشفوا عن اسمه في سجلات الشرطة بيعرفوا انه اشول وليه سوابق عنف. ولما بيستجوبوه بيقول لهم ان شون كان مديون لمامته ب 270 مليون وون وان هو خدهم علشان يستثمرهم ليها وبعدها هرب. وبيقول لهم ان انا لما كنت بضرب راي شون ما كانش يعرف ان انا حطيت لمراته جهاز تتبع في تليفونها وقدرت اعرف منهم ان هم سافروا لايبو. وهنا بيفرق جون عن راي لكنه ما بيكونش مقتنع انها بريئة. ولما بيعمل تتبع من شركة الاتصالات لتليفون شون وبيعرف منه ان اخر مرة تليفونه كان شغال كان عند التلة اللي على البحر واللي كانت راي متصورة عندها مع الفوج السياحي. وهنا جون بيخلي المساعدة بتاعته تقلد نفس الوقفة اللي كانت راي موقفها في الصورة، فبيتأكد ان راي كانت بترمي تليفون شوي في البحر وبيطلب منها تتصل بفريق الغواصين علشان يطلعوا التليفون من قاع البحر، وده لان اكيد عليه دليل ادانة راي. فالمساعدة بتاعته بتعترض على كلامه وبتقول لهم انهم حلوا القضية وان القاتل خلاص اعترف، وبتطلب منه يسيب راي في حالها. وبعدها بيفتكر جوي لما قبض على راي وكان بينقلها للقسم، وان هما لما كانوا مع بعض في عربية الشرطة كانت بتحاول انها تطمن عليه وبتسأله اذا كان بقى ينام كويس ولا لا. وبعد كده المساعدة بتاعته بتقوله ان الغواصين لقوا تليفون شون وبيقدر يسترجع الرسائل اللي كان شون بيبعتها لراي، وبيعرف انه كان بيهددها ان هو هيبعت المحادثات اللي كان بينها وبين جوي للاعلام وانه هيرفعها كمان على السوشيال ميديا علشان يقضي على مستقبله لما الناس تعرف انه اتستر عليها في جريمة موت جوزها الاولاني، وده لانه بيحبها. فردت عليه راي برسالة بتترجى انه ما يأذيش جون وبتقوله انها هتنفذ كل اللي هو عايزه منها. وبعدها جون بيستجوب سونج مرة تانية وبيعرف انها زارت مامته في المستشفى وان بعد ما خرجت من عندها مامته ماتت. وهنا بيتأكد جون ان راي قتلت الام علشان ابنها سونج ينفذ تهديده ويقتل هو جوزها وتخلص منه. وبعدها بيتصل جون براي وبيقول لها انا عرفت ان انت قتلتي ام سونج علشان هو يقتل جوزك وتحميني من اللي كان عايز يعمله فيا. وبعدها بيسألها هو التسجيل اللي كان بيهددك جوزك بيه كان فيه ايه؟ فبيقول لها انه كان في اعترافه ليها ان هو بيحبها في اخر مرة اتقابلوا فيها لما طلب منها انها ترمي تليفون الست المسنة في البحر. وبعدها بتحس راي ان حياتها انتهت وبتقف بعربيتها وبتروح عند البحر وبتحفر حفرة في الرمل وبتنزل جواها لحد لما بيحصل المد والجزر بتاع البحر، ووقتها امواج البحر بتحرك الرمل اللي خرجته من الحفرة لحد لما بيقع جواها وبتدفن راي وهي حية في القبر اللي حفرته بايديها. وفي نفس الوقت بيقدر جون ان هو يوصل لعربيتها عن طريق جهاز التتبع اللي موجود في تليفونها، وبعدها بيروح للبحر وبيفضل يدور عليها هناك ولكنه ما بيلاقيها. وبكده بيكون خلص ملخص النهارده. لو عجبك الفيلم ما تنساش ان انت تضغط لايك وشير للقناة وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد.